بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم إرسال 3 طباخات موزاريلا للداخل السوري محافظة إدلب. الطباخة الأولى للسيد صالح أبو عبده صالحة محافظة إدلب. الطباخة الثانية للسيد أبو جمعة الناصيف أيضا إدلب كفر تخاريم. الطباخة الثالثة للسيد عمر المصطفى. أيضا عندنا جهاز سحب فاكيوم باسم السيد جهاد عرواني أبو علي لمدينة حمآن. أيضا عندنا فرازة كستاش مع جهاز تحليل حليب للسيد محمد عبده نور الدين. طبعا الفرازة والطباخة الثالثة وجهاز تحليل الحليب بالسيارة الثانية باسم جهاز الفرازة، وجهاز التحليل أيضا باسم محمد عبده نور الدين بالسيارة الثانية كمان لمحافظة إدلب. ألف مبروك لزبايننا الكرام ونتمنى لهم كل خير. اليوم بتاريخ 30/10/2023 من شركة ابن الخطيب لخطوط الألبان والأجبان. اليوم عندنا طباخات الموزاريلا 80 كيلو، طباخات الجبن الكريم. حابب تأسس مشروعك، حابب تفتح هاي المصلحة، حابب تكون ناجح فيها، ما لك غير شركة ابن الخطيب. رح نأسس لك مصنعك من الصفر إلى تسليم المفتاح. رح نعلمك الطبخ، أي جبن بتحب تطبخه، أي لبن حابب تنتجه، أي نوع قشطة حابب تشتغله، نحن معك من الألف إلى الياء. ورح نعلمك اونلاين، واذا كنت خارج تركيا بالدول الاوروبيه او باي دوله ضمن الخليج العربي راح نجي لعندك بطيارتنا مباشره. اي سؤال، اي استفسار عن اي خط بمجال الالبان والاجبان، الحليب ومشتقاته، حتى مصانع حليب البودره، نحن معك على مدار ال 24 ساعه. قسم المهندسين، قسم التصاميم، قسم الطبخ، شياف الطبخ، كلها عند شركه ابن الخطيب. مكتب علاقات كهرمان مرش، قسم تصنيع سكريا أدا بازار. الله يبارك لزبايننا الكرام والتمام بخير باذن الله سبحانه وتعالى. اليوم تاريخ 30/10/2023. طبعا الطباخه الثالثه اللي رايحه باسم السيد عمر المصطفى، وفرازه الكستاش وجهاز تحليل الحليب اللي رايحين باسم محمد عبده نور الدين. طبعا اجوا بالسياره الثانيه مباشره لشركه شام للشحن والنقل الدولي مكتب الريحانيه.